اشرب يا حبيبتي. شكرا. روح، انا قلبي مش مطمن وقلقان. انا هكلم الدكتور يجي يطمن عليكي. يا حبيبي انا كويسه، مفيش حاجه، كبرش الموضوع. حقك عليا، انا السبب في كل اللي حصل. وانت ايه ذنبك بس؟ انت مش زعلانه؟ انا زعلانه عليك بصراحه. انت كل ما تطلع من مشكله تدخل في مشكله تانية، كلها حاجات انت مالكش يد فيها. نصيبي وانا راضي بيه. انا روحي كانت هتطلع مني لو كان حصل لك حاجه. بعد الشر عليك. طب قول لي يا علي، مين اغلى عندك، انا ولا اللي في بطني؟ اللي انت بتقوليه ده، انتوا الاتنين غاليين عليا. انا هحبه عشان عشت عمري كله، ادعي ربنا يرزقني بيه، ولو جه هكمل باقي عمري احمد ربنا عليه، واحبه اكتر عشان هو منك انت، اغلى حاجه في حياتي. اوعي تسيبيني يا روعه. انت اللي بتقول كده يا علي، ده انا ماسكه في ايدك زي العيله الصغيره. عارفه، انا يمكن ابان قدام الناس ان انا جامد وان انا قوي، وعليك لا يروح وعليك لا يجي، انما في الحقيقه كل ده ما يسواش حاجه قدام حضن حنين منك. انا قوي بيك يا روح. للدرجه دي انا مهمه عندك؟ انت اهم حاجه في حياتي. همت، كنتي فين؟ كنت عند صاحبتي. ومال وشك متكهرب كده ليه؟ هو في حاجة تفرح؟ ما انت شايفة اللي جرالنا. طب اطلعي خدي دش وغيري هدومك. حاضر. الجزار اداك كام عجل يا سيد؟ 3 عزبات يا معلمة. لا عزبات ايه؟ انا عايزه 3 دكور عشان يرموا لحم كده ويكفوا الناس كلها. انا عايزه التوفيقيه كلها تاكل وتشبع. تعالي ميادة، أنا عايزك. استنى بس يا خال، اصل انا نادره ااكل التوفيقيه كلها بعمالها ببيوتها. تعالي يا ميادة، أنا عايزك. ايه في ايه يا خال؟ ما ينفعش اللي أنت بتعمليه ده. ما تفرجيش الناس علينا وتشمتيهم فينا. اللي بتعمليه ده غلط. عايزاهم يقولوا إن في بينا مشاكل وإننا بنعادي علي. انت قلت لي لما عدتك تخلص اعملي ما بدالك، وانا عدتي عدت خلاص وما بعملش حاجه غلط، ده شرع ربنا. مش على الملأ كده. وبعدين فرح إيه اللي أنت عايزة تعمليه؟ أمك لسه ميتة، عايزة الناس تاكل وشي. عايزاهم يقولوا اتطلقت من علي واتجوزت أخوه وأبوهم واقف يتفرج. هعمل فرح يعني هعمل فرح، وعلى رأي المثل اللي يجيلك بالغصب خده بالرضا. يلا يا رجالة شهلوا يلا بسرعة. حقك عليا يا كابتن سعيد، تمسح فيا كل اللي حصل. انا محقوق لك، بس انت ما تعرفش انا عملت هناك ايه. انا عملت مشكله كبيره والحكايه لسه ما خلصتش. انا ليا تصريفه. ما تكملش، ما تكملش يا علي. انا عارف ان مفيش في ايدك حاجه. ما انا سمعت ان ميادة فرحها على سيف اخوك النهارده، وانا بنت شرفها ضاع. شفت احنا وصلنا لفين يا علي؟ بس انا عندي امل ان الموضوع هيبوظ على اخر لحظه. يا كابتن سعيد، سيف انا عارفه كويس. هو ممكن دلوقتي تكون السكينه سرقاه، او هما مفهمينه وبايعين له ان هو كده بيعمل لهم خدمه كبيره. لكن سيف انا اللي مربيه وعارف ان هو على اخر لحظه هيفوق. انا رهاني عليه كبير. رهان ايه؟ تكسب رهانك او تخسره ما يفرقش معايا. انا خسرت بنتي، انتوا دمرتوني.
لو رجع بيا الزمن ما كنتش همرنك ولا دخلك بيتي. انا ايوه، لان كل اللي حصل ده بسببك انت. سيف خد امانه من امانك، وفي النهايه اخوك. لو فضل راكب دماغه مش هيبقى اخويا. لا، اخوك من بيتك ومن دمك، والمفروض اسالك انت، لان امانتك على بنتي وانت خنت الامانه. يا كابتن سعيد اسمعني بس بالله عليك. مش عايز اسمع حاجه، مفيش حاجه هتهد النار اللي قايده جوايا. طب بالله عليك اهدى، بالله عليك اهدى، انا عندي حل. شوف كابتن سعيد، لو انت كل مشكلتك دلوقتي ان هايدي يعني لما تيجي تتجوز حد يعرف اللي حصل، انا عندي اللي يسطر عليها. بره 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 يا كلاي، بره يا علي، بره بره بره. مش عايز اشوف وشك ولا حد من عيلتك. بره بره يا كلاي، بره. بره يا علي. بره يا كلاي. يا روح يا بنت ابويا، هتسيبيني واقف على بابك كتير؟ اتفضل. خير يا صفوان؟ جاي ازور اختي، هي مش دي برضه صلة رحم؟ جاي اطمن عليكي، اصل انا قلبي مهبوط. حلمت انك مش مبسوطة. يبقى ما تحلمش تاني، لأن الحمد لله مبسوطة. وتفتكر انبساطك ده هيدوم؟ انت جاي تهددني ولا عظيمة مديلك أوامر جديدة جاي لي بيها؟ انا جاي اعمل بالاخوة، مهما حصل انت اختي، ضفر ما يطلعش من اللحم. بقول لك ايه اللي ورا مجيتك دي يا صفوان؟ تحذير، جاي احذرك. جاي تحذرني من ايه؟ لو بتحب علي بعيد عنه. مش فاهمة. افهمك، علي خلاص ما بقاش علي كلاي بتاع زمان اللي عرفك وحماك من عظيمة. علي اخصم وكتره وهتتقري فتحته قريب. انا عشان بحبك جاي اقول لك اهربي وارجعي بيت ابوكي. يعز عليها تترملي يا بنت ابويا. يمين بالله علي لو جراله حاجة ما هيكفيني رقبتك انت ولا عظيمة، فاهم ولا لا؟ علي لو جراله حاجة مش هيبقى بيدي ولا بيد عظيمة. عشان كده بقول لك اهربي وانفدي بجلدك. روح، انا مش جاي ارمي كلام في الهجايس وامشي. فاكره لما قلت لك على كاميليا؟ كنت على حق. ولما قلت لك انه لقيط كنت برضه على حق. طب اسمع بقى يا صفوان، انا مش هبعد عن علي مهما حصل، ولو حد فكر يقرب منه يبقى لازم يقتلني انا الاول. وعظيمة ده بلغوا ان انا خلاص بقيت حامل، وعلي هيبقى ابو ابني. اوبا ده خير وبركه وفال حلو من ربنا، اللهم صل على النبي. يعني انا هبقى خال وعندي عيل رايح جاي يقول لي يا خالي؟ اسمع نصيحتي للمره التانيه، علي يملك الارض الفاضيه اللي جنب دار الايتام، خليه يكتبها باسمك. امني مستقبلك ومستقبل اللي في بطنك، عشان لما هيتكل على الله مش هتطلع حاجه من اهله. دول زغابه ما بيشبعوش. خلصت كلامك؟ خلصت. افتكر اني حذرتك، عشان علي ايامه في الدنيا محدودة. سلام يا روح،
اخوكي.